اخيرا هقول لكم خلطتي السحريه لمسحوق غسالة الاطباق. هتلاقوا نظافه ولمعان وتوفير رهيب. تعالوا اقول لكم بقى بعمل ايه وازاي بعمل خلطه سحريه بتحول الاطباق والحلل والمواعين والكوبايات المبهدله من المنظر اللي انتوا شايفينه ده للمنظر اللي انتوا هتشوفوه حالا ده. معلقة صغيرة بس من الخلطة السحرية بتاعتي كده بحطها في درج الغسالة وتطلع معايا الحلل والأطباق والكوبايات بتلمع بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. راس غسالة الأطباق يعني عايزة أقولكوا في أوقات لما تيجوا تغسلوا كده تلاقوا يعني كمية المواعين قليلة أو مش متوسخة قوي، فمش مستاهلة إن أنا أستخدم قرص كامل، فعايزين توفروا شوية في مسحوق غسالة الأطباق. هقولكوا على اختراع حلو قوي أنا بعمله بقالي كتير وبيفيد معايا قوي وبيوفر معايا كمية رهيبة ومبلغ رهيب من فلوس غسالة الاطباق، يعني فاهمين؟ اول حاجة الغسالة لو المواعين كتير وفي دهون كتير انا بستخدم قرص على طول، بحط القرص على طول، يعني معظم الوقت بحط القرص على طول. بس في اوقات بتشغلوا الغسالة على حاجات بسيطة، حاجات صغيرة المواعين كميتها قليلة او ال الدهون فيها قليله، يعني حاجات نظيفه، اطباق كلها عايزه تتشطف، كوبايات معرفش ايه. فبصراحه القرص بحسه ان هو بيبقى كتير عليها، مع ان انا ممكن لو استخدمت معلقه صغيره خالص بتقضي. فتعالوا اقول لكم بقى بنعمل ايه. انا بجيب الاقراص بتاعتي وبجيب الكبه الجميله. الكبه الجميله بتاعتي بحط فيها الاقراص بتاعت المسحوق كلها على بعضها، اللي شايفين اهو. عدوا بقى انتوا بتحطوا كام قرص، ماشي؟ 13 14 15 16 17 18 19 20. نقفل الكبة كده حلو ونضربهم كويس قوي في الكبة. واللي يجي يقول لكم بقى فكوا الأكياس الاول وقطعوها بالمقص وبعد كده معرفش فضوها وفضوا، ده كله غلط. هو كده كده القرص ده بيتحط بالكيس بتاعه في الغساله. انا ليه هبوظه؟ ليه هقعد اقصقص فيه وابهدل فيه وايديا تتملى كلها من السائل بتاعه وهدر منه؟ انا بحطه زي ما هو في الكبه واضربها. هوريكم اهو، بصوا، وبيتضربوا بيبقوا تحفه. استنوا بس اما اقفلها من فوق عشان ايه انا كده ما تتعملش. تعالوا بقى اوريكم هنا اهو، نفتح كده مع بعض عشان تشوفوا المنظر. شايفين المنظر؟ استنوا اجيب شوكة معلقة. بس خلاص اتطحنوا كلهم. الاكياس اهي زي ما هي اتفتتت موجودة، انا كده كده بستخدمها، مش هرميها ولا هعمل اي حاجة، بستخدمها زي ما هي اهو. تعالوا اقول لكم بقى هنعمل ايه. هنجيب بولة عندنا وننزل فيها كل الاقراص اللي احنا طحناها، تمام؟ ممكن بقى في المرحلة دي تستخدموا كده على طول. بقوم واخده معلقه صغيره، معلقه الشاي الصغيره خالص. بصوا هنزل كل الكميه الاول واجيلكم. بستخدم بقول لكم معلقه شاي صغيره، او بصوا هنزلها وانا بتكلم معاكم. حاجه كمان قبل ما نعمل الكبه ما بيبقاش فيها اي ريحه، يعني عشان انا بعملها وبغسل الكبه على طول. ولو لو في ريحه او خايفين ان هي تعمل ريحه او كده، ممكن تحطوا شويه خل وتسيبوا الكبه يعني مليانه ميه بخل، معلقتين 3 خل بس. عايزه اقول لكم ان هو هيشيل اي روايح. الخل اصلا مختزل للروايح، يعني يشيل اي ريحه موجوده فيها. بس انا كده نزلت كل الكميه اللي عندي. بقول لكم بقى بناخد معلقه شاي صغيره خالص. معلش على الازعاج ده. استنوا بس اجيب لكم حبه كده اهو. باخد معلقه شاي صغيره كده بالجلد اللي هو او الكيس اللي بيبقى عليها عادي، بحطه عادي جدا.
تمام. وبقوم حطاها في درج الغسالة بس، واشغل الغسالة، بتبقى كأني حاطة قرص كامل. والطريقة دي كمان بتبقى حلوة قوي عشان بيبقى كل المكونات داخلة في بعضها، يعني فاهمين الفكرة؟ يعني مش مثلا اللي هو الملمع الملح لوحده معرفش ايه، عشان اصلا القرص بيبقى متقسم. شايفين القرص بيبقى متقسم سائل وحاجة صفرة وحاجة مسحوق، وهنا نفس الكلام بيبقى فيه كذا حاجة. فعشان ما بقاش ابقى واثقة، قصدي ان هو واخد من كل الحاجات دي، فاهمين؟ هتقولولي بتستخدمي الاقراص ليه ومعرفش ايه؟ عشان انا المسحوق اللي هو الباودر ده، عايزه اقول لكم مش بيبقى حلو خالص معايا. انا جربت انواع كتير كتير كتير، مسحوق الباودر ده جربته ما كانش حلو نهائي، وكان بيطلع الحاجات على الكوبايات والاطباق تجير، حاجات مجيره كده. بصوا ما كانش حلو خالص خالص. فاحسن حل كان بالنسبه لي هو ان انا بجيب مسحوق الاطباق اللي هو السائل ده، البودر قصدي ده، بقوم مفضياه على كيلو. ماشي، انا بجيب اللي هو كيلو، اقوم مفضياه على الاقراص اللي احنا طحناها، اقلبهم بقى كويس قوي 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 بحيث ان هما يندمجوا مع بعض كويس جدا. ماشي، يعني هتاخدوا فتره حبه في التقليب دول، وبعدين احطهم في علبه او برطمان عندي. وعايزه اقول لكم هتاخدوا احلى مسحوق عايزه اقول لكم نتيجته تحفه. يعني اللي عنده المسحوق الباودر ده ومش حلو معاه في الاستخدام، ما يقلقش، مش هيرميه ولا مضطر ان هو يفضل يستخدمه. انتوا هتجيبوا كيس اقراص وتعملوا نفس اللي انا عملته. بصوا، بس انا كده زي الفل. هقلبه بس كويس كده واجيلكم. عايزه اقول لكم على تركايه كمان. انتوا ممكن بقى الاقراص دي اللي هو الكيس بتاع الاقراص عادي بالمقص بقى في المرحله دي، لا في حاجه هتلزق في ايديكوا، ولا المسحوق اللي هو السائل، الجزء السائل هيفضل لازق في ايديكوا وهتهدروا منه. هو ناشف اصلا دلوقتي كده، هو ناشف. بقصقصه كده بالمقص قطع صغنونه خالص. انا عايزه اقول لكم انا بعمل ده، الكميه دي بقى بتقعد معايا شهور وشهور وشهور، يعني فاهمين؟ كمية بتبقى حلوة جدا. يعني انتوا متخيلين لو هتغسلوا حتى مرتين 3 في اليوم، وده ما بيحصلش يعني الا لو كان عندنا مثلا عزومة معرفش ايه، حملة نظافة كده. فعايزة اقول لكم يعني انتوا مجرد ما بتستخدموا، بس بتستخدموا 3 معالق صغيرة، 3 معالق من المسحوق صغيرة بس. في النهاية بقى بتشوفوا المنظر ده اهو. خلاص انا قلبته كده كويس، اتخلط كويس قوي 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 ببعض، وقطعت كل الاكياس، او ممكن ما تقطعوهاش زي ما قلت لكم. وبس احطه بقى في برطمان وهستخدمه في الغسالة زي اي مسحوق انا بستخدمه. بجد بجد هتدعولي على الخلطة دي وعلى الكمية اللي هتقعد معاكوا الكمية اللي هتقعدها معاكوا الخلطة دي. شايفين المنظر؟ تحفة. وكمان ريحته بتبقى حلوة قوي. المسحوق البودر عموما بيبقى ريحته مش حلوة، مش احسن حاجة، فلما تخلطوه الاقراص بتبقى ريحتها احلى، فبيخلي الموضوع بيبقى حلو. وخلي بالكم الريحة ما بتبقاش نفاذة، يعني ما بتلزقش في الاطباق والحلل والمعالق والكوبايات والحاجات دي، لا ما بتلزقش. عشان في ناس كتير بتبقى متضايقة ان هي بتلزق، بتبقى ريحتها نظيفة، نظافة، مش ريحة لازقة فيها. كمية بقى الأسئلة اللي جايالي من ساعة ما نزلت فيديو المسحوق بتاع غسالة الأطباق أو الخلطة بتاعة غسالة الأطباق، كمية أسئلة رهيبة. اللي هو جماعة ازاي انتوا مقتنعين ان انا بقول لكم حطوا مسحوق غسالة الهدوم على الأقراص اللي انتوا طحنتوها؟ ازاي؟ انا قصدي نحط مسحوق الباودر بتاع غسالة الأطباق أي نوع. انا مش برشح لكم قصدي نوع محدد، او ان هو مش لازم يبقى نوع محدد او نوع غالي او كده. انا قصدي اي نوع عندكم
حطوه اي نوع غسالة مسحوق، غسالة اطباق، تمام. بس والناس اللي كانت بتقولي مش بيكلكع ومش بيكتل الزيت والاقراص لما تطحنيها، اهو زي ما انتم شايفين، لا مكلكعه ولا مكتله ولا اي حاجه، ولا فيها اي حاجه. والناس اللي بتقولي انتي قصيتي، كنتي بتقصي ايه؟ انا كنت بقص ده اللي هو الكفر بتاع الاقراص، ممكن تقصوه وممكن ما تقصوهوش، مش لازم يعني، ده عادي ما فيش اي مشكله. شايفين اهو، كله بودرة اهو، مفيش اي كلكعة ولا تكتلات ولا اي حاجة. انا قصيت الكفر ده عشان بس يبقى صغير، وقت ما باخد بالمعلقة يجي معاها شوية وخلاص، فاهمين؟ انا ساعات كتير ما بقصوش عادي يعني. بس دي كل الفكرة وده كل الموضوع، والكبة ما شاء الله زي الفل.